السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم بين إخواني الجالية السودانية، وفي ليلة أنا أقدر أسميها ليلة وفاء، ليلة إنسانية. اليوم أحد الإخوان من الجالية السودانية حدث له التزام مالي، وهذا الالتزام صار عليه مبلغ يعني كبير، ومن خلال أكثر من خلينا نقول 5 سنوات هذا الرجل ما قدر يعني يسدد هذا المبلغ، أو بالأحرى أنه ما حد دري أنه هذا الرجل عليه التزام مالي. أبو مين؟ ابو عبد المنعم. أبو عبد الملك. ابو عبد المنعم. أبو عبد المنعم. أبو عبد المنعم هذا اللي صار عليه التزام مالي أكثر من 5 سنوات، ما حد عرف عن موضوعه صراحة، لكن بفضل الله ثم بفضل هالرجال الطيب أبو فهد. أبو فهد أبو فهد عرف أبو فهد عرف موضوع أبو عبد المنعم، وساهم في نشر الفاتورة الصادرة على أبو عبد المنعم، ولله الحمد يعني مبلغ أكثر من تقريبا 200,000 تم سداده فضل الله، ثم فضل الإخوان وتكاتف السودانيين والسعوديين، وخلال فترة بسيطة ما قصروا. اي والله ما قصروا. يمكن 5 سنوات ما حد عارف عن أبو عبد المنعم. احنا ابو عبد المنعم تفضل علينا وجاء قال ابو فهد احنا عندنا التزام مالي كذا وكذا وكذا، بفضل الله ثم عمر اللي جابوا لي، وانا لما شفت هالوجه البشوش وهالخير اللي منور ابو عبد المنعم فيه فزعت بنفسي قبل ما افزع بمالي. المبالغ اللي تسددت من وين؟ من كل احد، من كل جميع مناطق المملكه. الرياض تم سدادها حايل. إيه؟ والجيزان طال عمرك مدخلها أهل الشمال، أهل الشمال كله شارك جيزان. من الجيزان هو من نجران، من نجران دخل ولقى الفاتوره مسكره وهو ارسل له قعوده. ما شاء الله، يعني شيء تكاتف. اي والله خلال اي كم والله هذه؟ خلال شهر ونص. لا شهر ونص. شهر ونص. ابو عبد المنعم عطني شعور. بالنسبة لي أنا هذا التعاون أقول ما هو جديد عليهم يعني، ولكن والله يمكن من يوم يعني نشرت هذه المبالغ والله يمكن المملكة العربية السعودية من شرقها وغربها ووسطها وجنوبها وشماله، والله يمكن يوم يعني من ابو فهد يمكن الفضلت لي حكايه بتاعت يعني متابعني بالدقيقه والثانيه ابو فهد والغيره فضل فيها كذا فضل فيها كذا لغايه ما فضلت فيها 6200. اتصل علي يمكن قبل زي الظهر كذا ابو فهد قال لي يا اخي فضلا فيها المبالغ الفضلت دي، انا عقبي ما انتهت ماني متصل عليك، ما اتصل عليك الا يلا تنتهي هذه تخلص هذه المبالغ، بس اعتبرني من هذه اللحظه انا واقف. طيب لكن خلال 4 سنوات يعني انت جالس ما في 7 سنوات ما في اي شيء، 7 سنوات جالس والله جالس يعني ما حد عرف الفاتوره ولا حد ما حد عرف الفاتوره. ابو فهد الدال على الخير كفاعله. الحمد لله هذا بفضل الله ثم اللي ساهموا معنا رحم الله والديك. احنا حلقه وصل، كثر الله من امثالك. حلقه وصل، والرجل هذا مبروك. يقول لك 6 سنوات، يقول لك 7 سنوات 7 سنوات ما حد عرف عني. اي لا يقول رحت، والله يقول رحت، يقول ما خليت باب، يقول كل احد جيت. اليوم اكتمل المبلغ كامل 300,000. 300,000 الحمد لله فضل من الله، ثم اللي ساهموا معنا خلال شهر ونص. الله يجزاك خير. ايوه. انا لو لي كلمه يعني اشكر ابو فهد ربنا يجزيه خير، وانا ضربت عليه في الرياض وقال لي يا عمر اصبر، يعني 3 أيام بيقول لي لا تتضايق. انا والله ان شاء الله تكون حسن ظني بكم، وجانا وتباشر بينا خير واستقبلنا وقال ابشر والله ما اشوف الا خير. اول ما بدا بنفسه وتبرع. والله انا قاعد على التلفون ده من العصر والله لغايه الساعه 1 بالليل، كله شعب سعودي مبروك، الف مبروك والحمد لله على السلامه. اليوم عمنا حاضر، عمنا مليون شكر لكم انتم، والحمد لله احنا لنا 47 سنه هنا ما لقينا كله خير والله، والله العظيم. وحتى النازحين جاي من عندكم وقت الوجعه ما لقيناكم الا انتم والله. والشكر ما بيكفيه ما قدروا يعني. المملكه وشعبها الفزعات ما حاجه غريبه عليهم يعني. انتم ساهمتوا في نشر الفاتوره برضو؟ ساهمنا في نشرها. اليوم والله يوم طيب، ونشكر الأخ أحمد فهد المخيدج الشمري على مواقفه الجميلة، مواقفه الطيبة وفزعاته راعي فزعة،
وهالحايل مما عرفناه لنا 37 سنة أهل فزعة ما عرفنا منهم إلا الطيب والخير والشيء الطيب. جزاه الله خير يعني.